الناس اللي كتسولنا على فيرمات اللي تكون جميله، فيرمات اللي تكون رائعه، فيرمات اللي كيعشقها اي واحد. اليوم انا معكم بجوهره جديده، فيرما تبارك الله ما شاء الله فيها ما لذ وطاب من الفواكه. البدايه غتكون عندنا من هذا المنزل هذا اللي المساحه ديالو حوالي 120 المتر، صالون كذلك مطبخ و4 ديال الغرف ديال النوم. وبالطبع الفيرما ديالنا اللي المساحه ديالها 3 الهكتارات ونصف، محفظه، 2 ديال الابار، حظيره كبيره خاصه بالتربيه ديال المواشي، وبالطبع ما يقارب 500 شجره خاصه بانتاج اللوز، وما يقارب 1000 شجره خاصه بانتاج الزيتون. وبالطبع بغيتي الفواكه، بغيتي سيدي المشماش، بغيتي الحامض، بغيتي الخوخ، بغيتي الشهديه، بغيتي كذلك سيدي المزاح موجود امامنا هنايا، بغيتي كذلك سيدي البرقوق، ها هي شجره حدايا مباشره. وزيد من الاشجار كلها متوفره عندنا تبارك الله. وبالطبع كتوجد على بعد تقريبا حوالي 400 متر من الطريق المعبده، وحوالي تقريبا 16 كيلومتر او 17 كيلومتر من مركز مدينه تيفلت، ومجهزه كامله بوسائل الري، التنقيط، الكرموس، الخروب، كل شيء متوفر عندك هنايا. ما عليك غير تجي تستثمر وتعيش الحياه الجميله. وكتشوفوا تبارك الله ما شاء الله الفيرمات والفيلات المحيطه بها ديال الجيران. هذه الفيلا اللي بنات يدينا اليوم، اولا هذه الفيرما اللي بنات يدينا اليوم، غتكون من نصيب احد الاشخاص المحظوظين ان شاء الله. ما عليك غير انك تفرج معايا في الفيديو اليوم، تشوف التفاصيل، ومن بعد ان شاء الله غنعرفوا الثمن. يلا سيدي على بركه الله نبداو من المدخل الرئيسي، وانتم جايين كنشوفوا كل جزء لوحده. يا بسم الله على بركه الله. البدايه غادي تكون مع المدخل الرئيسي اللي هو هذا، وبالطبع كتشوفوا بان لابيست اللي كدوز من الامام ديالها، المسافه بين الباب ديالنا الى الطريق المعبده حوالي 400 متر فقط. من هنا مباشره كندخلوا كنلقاو بان الجهه الاماميه كلها مسيجه، هاد لابارتي كلها مغروسه عندنا بالاشجار الصغيره هنا اللي كتبان لكم ديال السفرجل، هي هذه اللي كتبان امامكم تبارك الله ما شاء الله. وبالطبع الى الحدود هذاك المكان فين كاينه ديك الفيلا تماك، هذوك هما الجيران بالتحديد. غنمشي انا وياكم الجهه اليسار وانتم جايين مع الفيرما باش نشوفوهم هنا، ثم غادي تشوفوا بانه هاد الجهه اولا اللي غنرجعوا منها وغنمشيو اللي كندخلوا منها بالسياره ديالنا مباشره هي هذه الطريق الرسميه، غادا كلها بالاشجار ديال الزيتون في هذا الجانب. اما الاشجار الزيتون الاخرى غتكون في الجهه اللي من بعد المنزل. يلا سيدي نمشيو ندخلوا هنايا. كنوصل انا وياكم دائما لابيست اللي كدوز من الامام ديالها هي هذه. بالطبع حنا كنلقاو بها اشجار خاصه بانتاج اللوز، ولكن نورمالمون عندنا هذا المكان مليء بالاشجار ديال التين تبارك الله ما شاء الله. كتشوف فيها كلها وحده، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تقريبا. المكان مليء بالاشجار ديال التين كما كيبان امامكم. من هنا مباشره لزت لهيه غنمشيو ندخلوا لوسط الاشجار اللوز. بطبيعه الحال الفتره هذه الفتره ديال الازهار، حنا كنسميو هذه النبته بالحلاله، اكيد تختلف الاسماء، فتحت الفيديو قولوا لي شنو الاسماء اللي كتسميو بها هذه النبته هذه، نزيد انا وياكم حاليا. زايدين للامام، ولكن ما ننساش على انه هنا كاين عندنا البئر الاول اللي العمق ديالو 41 متر، واللي مجهز كذلك بالمدخل الكهربائيه. هنا كاين اللوكال تكنيك مع واحد الغرفه صغيره. الشجره ديال التوت هي هذه تبارك الله اللي كتبان لكم. بالطبع هادشي كله جا في الجهه اليسرى، اللي كنبغي نوريكم انه حنا وصلنا للمكان اللي فيه اشجار تاع اللوز تبارك الله. كتشوفوا ديال الحبه ديال اللوز، وهذا المكان هذا كتشوفوا كله مليء بالاشجار ديال اللوز كبيره الحجم واللي منتجه. اما هذه الشجره ديال البرقوق تبارك الله انتم كتشوفوا فيها امامنا هنا. زيد ندخلوا باش نمشيو للجهه اللي فيها المنزل. غادي انا وياكم حاليا وسط الاشجار اللوز. تبارك الله ما شاء الله كيفاش دايره الغله، ها انتم الشكل كيبان لكم الاشجار كلها تبارك الله. وبطبيعه الحال بين الاشجار كنلقاو هذه الاشجار الاخرى اللي هي خاصه بانتاج البرقوق، وحده الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه السابعه. يعني بين الاشجار تاع اللوز كاين الاشجار ديال البرقوق في المحيط، سواء في الجهه اليمنى هي هذه كتشوفوا راهما كذلك هنا، او في الجهه اليسرى كذلك حتى هي، يعني في هذا الجانب هذا مليء به. اوكي نزيد انا وياكم من هذا الجانب، وما ننساش بانه هنا كاين عندي لالين ديال الكوتا كوت كي كتبان لكم. بالنسبه للكلب ديال الحراسه هانتوما كتشوفوا جاي عندي بطبيعه الحال هنايا كلبه اللهم بارك لهم فيها ان شاء الله. هذه اللي كترد البال، هي غاده معنا في الطريق ديالنا حنا كنتساراو في الفيرما، وهي من الاشياء الجميله اللي تكون عندك واللي تسم بها وتهلا فيها باش تهلا فيك. هنا شوف الخير ديال اشجار اللوز، شوف تبارك الله ما شاء الله. من الاشياء الجميله هنايا الانسان تبارك الله. هذه الشجره ديال البرقوق باش تكون اكثر وضوحا. وهنا في هذا المكان الكوري ديالنا هنايا بالتحديد كاين اللي المساحه ديالو حوالي تقريبا 80 الى 90 متر، مصاوبه تبارك الله بطبيعه الحال بالقرب من هاد الاشجار هادو. فالانسان يقدر يربي المواشي ديالو. ملي كتكلم على المواشي بغيتي دير الابقار ديالك، بغيتي دير الاغنام ديالك، المكان متوفر ولله الحمد انه فيرما متكامله. غندخلوا للكوري باش غادي يبان لكم هذا هو الشكل ديالو من الداخل اكثر وضوحا. هذا المكان محط فيه الستوك. الجهه الاخرى ديالو
هنايا الجهه العليا كتشوفوا بانه كله مصاوب بالبيطون، وهكذا كنكونوا وضحنا الشكل ديال الكوري بالكامل، ما كيبقاش عندكم اشكال فيه. اوكي واضح. اجي دابا نرجعوا نخرجوا، تشوفوا فين كاين سي زكريا هنايا، نكملوا معاه الجوله. دائما الا خرجنا من هذا المكان سي زكريا الا مشى لينا للجهه اليسرى غيكون في وسط اشجار اللوز، بينما الا مشينا للجهه اليمنى غنرجعوا لابيست اللي كنا جينا معها مباشره باش كنمشيو ديريكتومون للمكان اللي فيه المنزل ديالنا. اوكي نرجع انا وياكم ندخلوا هنايا ونمشيو نشوفوا المنزل ديالنا. غادي في الجوله القطط الصغيره ديالنا هما تابعيني، هما كتشوفوا فيهم شي اجمل قطط صغيره. وبالطبع ملي كنتكلموا على القطط كنتكلموا على الكلاب هنايا اللي كتكون مسؤوله على الحراسه كذلك، اللي هما مولفين بعضهم البعض. حنا بطبيعه الحال دائما بالقرب من الاشجار اللوز كذلك كنجيو لهذا الجزء هذا بالقرب من هذه الشجره هذيا كنلقاو فين زارعين هما خضروات الشخصيه ديالهم اللي غنزيدوا للامام باش نبداو في الاشجار المختلطه الخاصه بانتاج الفواكه هنايا. ملي كنوصلوا لهذا المكان فاحنا في الجهه الخلفيه ديال المنزل ديالنا بطبيعه الحال، كما كيبان لكم هادو جوج غرف في الطابق السفلي، جوج غرف في الطابق العلوي. ان شاء الله غنمشي باش ندخل انا وياكم حاليا ونشوفوا المنزل ديالنا من الداخل. فقط كنشوفوا بانه هنا كاين عندنا بعض الاغراس ديال العنب بالنسبه للناس اللي كتبغي تسولنا على جميع الزراعات الموجوده عندنا هنا. من القرب منها اشجار ديال التين اللي هي الكرموس، هما هادو كتشوفوا اللي شفنا في البدايه ديال الفيديو ديالنا، العديد منهم في الجهه الاماميه. هذا المكان هذا مليء بالاشجار ديال الحمض، ثم الاشجار تاع البرتقال من الهي. هاد لالين هذه مليئه بالاشجار تاع البرقوق، والهي كذلك كنلقاو لالين غدا كامله عندنا بالاشجار تاع المشماش. واضحه لكم يعني هذه سيري. اما نزيدوا للامام هذا الجزء بعد الامامي هنايا فين كاين كلب الحراسه هنا بالقرب من المنزل تبارك الله ما شاء الله. كيبان لكم هنا الشجره ديال اوراق سيدنا موسى، المزاح كتشوفوا الحامض موجود، العنب، وكتشوفوا كذلك اشجار اخرى مختلطه بما فيها المشماش واشجار اخرى كثيره. اوكي هذه شجره ديال التفاح كيف كيبان امامكم هنا، واضحه بالنسبه للناس اللي كيعزيز عليها الفاكهه ديال التفاح. اجي نزيد انا وياكم للوسط. من بعد ما كنت انا وياكم في ذاك الجانب الايسر لهيه جينا باش نشوفوا الجهه الاماميه للفيرما تبارك الله. ودابا بطبيعه الحال بالقرب من الاشجار حتى الناس اللي بغات دير المسبح ديالها عندكم اسباس هنا مفتوح، فممكن ديروا المسبح ديالكم ان شاء الله هنايا. غنمشيو دابا باش ندخلوا الوسط ديال المنزل ديالنا. يا بسم الله على بركه الله. اول شيء واحد التراس كبير هنايا هو هذا بالقرب من هذه الشجره هذه ديال اللويزه المعروفه هنايا، وغادي نمشيو نقولوا بسم الله وندخلوا مع الباب. يا بسم الله. بمجرد كندخلوا وسط المنزل مباشره كيبان لكم تبارك الله ما شاء الله الصالون ديالنا الموجود على الجهه اليمنى بطبيعه الحال، ثلاثه النوافذ في هذا الجانب زائد نافذه كبيره في الجهه الاخرى. كنلقاو فوق بلافون ديال الجبس تبارك الله ما شاء الله. امامه مباشره كنلقاو الشوميني ديالنا مع التلفاز، وبالطبع الجهه الاخرى كيبان لكم على انه كاين عندنا هنايا هاد الطابله الموجوده امامنا هنا اللي موجود قدامها امامها المطبخ مباشره بالنافذه ديالو كذلك. وهاد الجهه هذه كنلقاو عندنا التراس اللي دخلنا منه مباشره حاليا. اكيد هذا هو الشكل ديالها واضحه. بطبيعه الحال الشوميني ديالنا راه خدام. هنا امامنا مباشره كنلقاو عندي هاد الكولوار اللي كيديني للغرف، ولكن قبل منه في هاد الجهه اليسار كنلقى عندي باب ثانوي هنايا، ومنه هنا كنطلع للطابق الاول. قبل ما نمشي عنده الجهه اليمنى ديالي هنا على الجهه ديال اليمين كنلقى عندي لافابو هنايا واضح امامكم الشكل ديالو، والمكان اللي فيه الدش الطواليت ديالنا هو هذا موجود امامنا هنايا. بالنسبه للناس اللي غتشوف البال ديال الماء هنا موضوعين فقط من اجل الريزيرف في حاله ما اذا وقع شي مشكل ديال الكهرباء، اما راه الماء دايز مباشره من البئر للدار كامله، يعني لانستالاسيون كامله. ملي كنخرج منه كنلقى عندي غرفه في الجهه اليسار وغرفه في الجهه ديال اليمين، وهما جوج ديال الغرف كيتشابهوا مع بعضهم البعض. بالنسبه لهادو اللي بغا يخليهم كغرفه جلوس ممكن الجهه العلويه ديالهم كذلك كيف كتبان لكم هنايا، واللي بغا يردهم غرف النوم هما اصلا مفصلين باش يكونوا غرف النوم. ها لي بلاكا البلاصه ديال لي بلاكاغ ديالهم هما هادو اللي كتبان امامكم هنايا واضحه. اذا هذه الغرفه رقم 1 مقابله معها مباشره الغرفه رقم 2 هي اللي كتشوفوا فيها يعني مكان فين الانسان يقدر يجي ويرتاح مع نفسه. الجهه الاخرى كذلك كل غرفه عندها نافذه ديالها، المكان اللي فيه لي بلاكاغ هو هذا واضح بالنسبه لكم. اذا كانت هذه هي الغرفتين الموجودين في الطابق الارضي. دابا من بعد ما غنخليو الصالون ديالنا الكبير ونخليو كذلك الشوميني والمطبخ بطبيعه الحال الماء كما سبق قلت لكم هنا، غنرجعوا باش نطلعوا للطابق الاول اللي هو اللي كتشوفوا فيه هنا مباشره. يا بسم الله.
كنطلع للطابق الاول، فانا على موعد مع جوج ديال الغرف اخرين. هاد الغرفه هذه مقفله فيها اشياء شخصيه، ولكن هي المثيله ديال هاد الغرفه هذه والمثيلات ديال الغرفتين الموجودين في الطابق السفلي. بالطبع كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها. الجهه الاخرى المكان فيه لي بلاكار هو هذا اللي غادي تشوفوا فيه من هنايا امامكم مباشره. هنايا خصكم تكملوا غير لي بلاكار ديالكم. اما الا خرجت للجهه الخارجيه، شوف تبارك الله ما شاء الله غتبان لك الفيرما ديالنا من النافذه كيفاش دايره، والمحيط ديالها فيلاتو فيرمات باينين هنايا. اوكي، اجي نخليو الغرفه ديالنا فيها مكان ديال التلفاز خاص بها، ونرجعوا مباشره. دائما المكان اللي كان محطوط فيه الشوفو هو هذا اللي هنايا. والجهه اليسرى كنلقاو كذلك عندي مثيل ديال الطابق الارضي، كاين عندي بلاصه لافابو والدوش طواليت في هذا المكان هذا كذلك موجود هنايا. واضح بالنسبه لكم. ثم غادي نخرجوا مباشره باش نشوفوا انه هذا هو التراس موجود امامنا تبارك الله ما شاء الله هنايا، واللي منه مباشره غنمشيو باش نتساراو في هنايا. غنهبطوا باش نهبطوا مع هذا الجانب هذا، ونتم غادي مع اشجار الزيتون حتى نوصلوا للنهايه ديال الارض ديالنا اللي عندها اطلاله بانوراميه في الجهه الخلفيه تبارك الله ما شاء الله. وهذا هو المكان بالكامل، والمكان اللي كنا فيه قبل قليل دخلنا منه من هنايا. واضح التراس ديالنا بطبيعه الحال هو هذا تبارك الله اللي تيبان لكم. يلا نمشيو نهبطوا حاليا. من بعد ما كنخرج انا وياكم من المنزل تعقل بان المكان اللي كنت فيه قبل قليل هو هذاك. جينا وتسارينا وشفنا هذه الاجزاء. شوف تبارك الله ما شاء الله كيفاش داير هذا المكان هذا. الروعه ديال هذا المكان بامتياز صراحه، ومن الصعب تلقى اي فيرما فيها هذه الخضره هذه. كنجيو كنلقاو الاشجار هنا، وكنلقاو هذه الشجره هذه تبارك الله ما شاء الله اللي كتبان لكم هنا واضحه تبارك الله ما شاء الله. دابا من بعد ما شفنا هذا الجزء، اجي دابا نهبط انا وياكم. الجهه اليسرى غتلقاو فيها العديد من الاشجار ديال الافوكادو المغروسه اللي باقيه صغيره، الحجم ديالها صغير. سيري من اللي كتلقاو بانه الزيتون راه غادي عندنا مع الفيرما ديالنا بالكامل. وحنا ان شاء الله غادي نرجعوا لهذا الجانب باش نهبطوا من هنايا مع الاشجار ديال الزيتون باش نطلوا ونشوفوا المنظر البانورامي. المكان اللي كنا فيه قبل قليل هو هذاك تمينا جايين منه مباشره. وبالطبع باش نزيد ناكد لكم، انتم كتشوفوا هما هذو الاشجار اللي تكلمنا عليهم كاملين، والاشجار تاع الافوكا اللي تكلمنا عليهم لهيه. حنا قلنا غنمشيو مع هذا الجانب، ولكن بالتحديد مع هذا المكان اللي مخلينه على شكل طريق باش تبان لكم كيفاش دايره. اوكي واضحه. اجي نمشي انا وياكم للاخير ديالو لهيه باش نزيد نوضح لكم النظره. بطبيعه الحال هذا هو السياج اللي كيفرق لي الجيران. اخيرا وصلنا للجزء او الهكتار الاخير في الارض ديالنا اللي كيبان لكم هو هذا، مليء بعض اشجار اللوز، ولكن الجول ديالو اشجار الزيتون. غنمشيو ليها نشوفوه. وهنا كيبدا الانحدار ديال الارض ديالنا. وبالطبع ملي كنتكلم على هذا الانحدار، هنا فين كتبدا عندنا المناظر البانوراميه الجميله. شوف تبارك الله ما شاء الله الاطلاله في الجهه الخلفيه كيفاش دايره عندك هنايا. شوف تبارك الله ما شاء الله واضحه بالنسبه لك. هنا غنزيدوا ليه البئر راه موجود عندنا في الجهه الخلفيه. انا في الطريق غادي ولقيت غادي تابعني كيونسني. شوف سبحان الله في الطريق ديالي هنايا بالقرب من هاد الاشجار تاع الزيتون تبارك الله ما شاء الله. غادي في الطريق دائما نزيد انا وياكم للجهه الخلفيه او غادي امام ديالي. شتي تبارك الله ما شاء الله الطبيعه والجمال. هنا كنكون وصلت للجهه الاخيره، وكيف كيبان امامكم هنا الاشجار ديال الزيتون هي هذه تبارك الله ما شاء الله، او الخير ديالها كيف كيبان امامكم واضح تبارك الله ما شاء الله اللي غادي تشوفوا فيه هنا. صراحه شيء جميل ومناظر. شوف وقف معايا غتشوف هذا المنظر البانورامي الجميل تبارك الله في هذه الجهه هذه بالتحديد هي هذه. شوف بالنسبه للفيرما ديالنا حنا فكتشوفوا بهذا السيري هذا اللي كيدينا راه هو البئر فين كاين تما. بطبيعه الحال الابار ديالنا بعمق ديال 41 متر، وبالتما الماء ما تيوقعش هنا على حد القول ديال صاحب الفيرما. مياه متوفره بوفره وجو جرب بنفسك. والمنظر البانورامي والخلاب كيف كيبان امامكم هنايا تبارك الله ما شاء الله. شتيه كيفاش داير. هذه الفيرما غتكون من النصيب ديالك الى جيتي. بطبيعه الحال هذيك الفيرما ديال الجيران اللهم بارك اللهم يسر لهم فيها ان شاء الله. الفيرما اللي في البيع اليوم هي هذه الموجوده امامنا هنايا تبارك الله. وهذا هو الشكل ديال الاشجار ديال الزيتون في الجهه الخلفيه. ملي غادي تجي كتسير للقدام وتوصل حتى الجهه الخلفيه وتشوف هذا الشيء. اذا كانت هذه الفيرما اللي بين يدينا اليوم، اللي دائما الناس كتسولنا عليها. بغينا فيرمات اللي تكون مجهزه، فيرمات اللي تكون واجده ندخل من اليوم الاول نستغلها ونتمتع فيها. الفيرما اللي بين يدينا اليوم اللي المساحه ديالها 3 الهكتارات ونصف، اللي كتحتوي على هذا المنزل هذا اللي المساحه ديالو حوالي 120 متر. عندنا طابق سفلي وعندنا 2 الغرف النوم في الطابق السفلي، 2 الغرف النوم في الطابق الاول، صالون ومطبخ، وكذلك 2 ديال لي صال الضوء، واحد في الطابق السفلي والاخر في الطابق الاول كما صورتهم لكم في الفيديو. كتكون لنا ما يقارب 500 شجره خاصه بانتاج فاكهه اللوز هي هذه. وكتشوفوا تبارك الله ما شاء الله الغله ديالها كيفاش دايره واضحه امامكم
ها هي تبارك الله ما شاء الله، وكتحتوي على ما يقارب 1000 شجره خاصه بانتاج الزيتون، واللي بطبيعه الحال جات في الجنبات ديال الفيرما وفي الجهه الخلفيه ديال الفيرما كذلك. وعاد عندنا اشجار مختلطه ديال الفواكه ما لذ وطاب منها، عندنا العديد من الاشجار ديال البرقوق والعديد من الاشجار الافوكادو الصغيره، وعندنا العديد من الاشجار المختلطه المشماش المزاح كذلك التفاح وكذلك الخوخ الشهديه، وزيد من الفواكه مجهزه كامل بوسائل الري بالتنقيط. جات على طريق بيست المسافه بينها وبين طريق المعبد 400 متر، زائد حظيره خاصه بالتربيه ديال المواشي، وجات في لونطوراج كله مليء بالفيرمات والفيلات الجميله. وما نسات على ان جوج الابار واحد فيهم ما كيكونش كيخدم 24 ساعه على 24 ساعه على حد القول ديال صاحب الفيرما. هادشي كله متوفر عندنا تبارك الله ما شاء الله في هذه الفيرما هذه اللي غادي تكون من النصيب ديالكم. اما الثمن حاليا فحدد في 255 مليون ديال السنتيم فقط. بالنسبه للناس اللي كتسولنا على الثمن بالاورو او بالدولار، الثمن حدد في 255 الف اورو او 255 الف دولار، والثمن ان شاء الله غادي يكون قابل للنقاش عند الزياره. ما عليك غير تجي مباشره تشوف الفيرما ديالك، تسارى فيها كما تسرينا فيها، ونزيدوك غير الخير. الارقام ديالنا هي ديال امامكم هنا، اتصل بنا حدد موعد ونقولوا بسم الله اجي تشوفها. يلا خليت لكم راحه، خليتكم في اجمل الاوقات وامتعها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.